اليوم حبيت نبدا هذا الفيديو بمكياج اللي صورت به معكم. تبعوا معايا ندير لكم فيديو ندخلوا في الفيديو تاعنا اليوم. اوكي معايا اللي مشتركش في القناه يشترك، اللي خليوا لي لايك للفيديو وخليوا لي كومونتير اذا حبيتوا. ابخي ما درنا لا بودر لي فوندو تاع ليكيد نروحو نديرو حوايجنا. سلام، مرحبا بكم في فيديو جديد. معكم شوشو من قناه سياش بو تي في. نتمنى كامل تكونوا بخير ورجعت لكم فيديو جديد. الفيديو هذا كما شفتوا في العنوان حنحكيو على خميره البيره اللي هي خميره الجوع ولا لا لوفيولوبيا، واش الفوائد تاعها وكيفاش نستعملوها، سيرتو الناس اللي حابين يسمانوا كي يشربوها. تبعوا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا سيرتو طريقه الاستعمال، على خاطر كاينه طريقه معينه لازم تستعمليها باش تزيدي في المناطق اللي انت حابه تزيدي فيهم. نعطي لكم الفوائد تاعها بقداه دير وين تلقاوها يدو. تبعوا معايا الفيديو كامل وخليوا لي لايك واشتركوا اذا مشتركتوش، وما تنساوش ديما تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. خميرة الجعة ولا المكمل الغذائي هذا فيه العديد من الفيتامينات والمعادن، سيرتو فيه تاني العناصر الغذائية المهمة كما البروتينات، الكروميوم، فيتامين بي ما عدا بي 12 قلنا ما فيهاش. أهم عنصر هو السيلينيوم، معادن المهمة في خميرة الجعة، غنية بالحديد. اسمها اللي يعانيو من فقر الدم راهو مليح بزاف. خميرة الجعة مليح بزاف الأقراص تاعها، أمراض اللي يعانيو من فقر الدم. فيها بوتاسيوم، فيها الزنك وفيها المغنيسيوم. شوفوا إضافة إلى هذه المعادن والفيتامينات يعني فريمون راه مركب بزاف يحتاجوه الجسم تاعنا. بالنسبة لفيتامين بي ولا الفيتامين بي المركب اللي كاين في الأقراص تاع خميرة الجعة، يعني جميع فيتامينات بي ما عدا بي 12. هاد الفيتامينات بي هي اللي تساعدنا على تعطينا صحة للجلد، للعينين، للشعر، للأظافر وحتى للكبد. حاجة أخرى غنية بالبروتينات. بروتينات كما كامل نعرفو هي اللي تساعد في إعادة ترميم خلايا الجسم. كون سمعتوني قبيل قلت لكم فيها عنصر الكروميوم في خميرة البيرة. هنا شوية حنروحوا لأمراض السكري اللي عندهم مرض السكر، ربي يشافيهم إن شاء الله. مليحة اليوم خميرة الجوعة. هذا الكروميوم هو اللي يساعد على امتصاص وتخزين السكر الجلوكوز الموجود في الدم. حاجة واحدة أخرى يحافظنا على مستويات السكر في الدم، الانسولين اللي كاينه في الدم يخدم عليها ويريقلها، يعني راه مليح بزاف لمرضى السكري. بالمناسبه ان شاء الله ربي يشفيهم. حاجه خلاف يعطينا هذا الكروميوم طاقه للدماغ وللعضلات تاعنا. اما السيلينيوم عنده تاني دور فعال في الجسم. دورة السيلينيوم اللي نلقوه في خميرة البيرة هذه هو يساعد في عملية الأيض تاع الغدة الدرقية، يعني اللي عنده مشاكل في هذه الغدة راهي مليحة لكم بزاف. خميرة الجوعة نعاود نقول لكم، وعلى بالي بالنقطة هذه انكم تعرفوها البنات كامل، باللي خميرة الجوعة عندها نسبة كبيرة تساهم في الجمال، في لابوتي، يعني مليحة للصحة تاع الجلد تاعنا، للبشرة، مليحة للأظافر ومليحة تاني للشعر والكبد.
نروحوا دركا الاهم عنصر اللي على بالي كامل تستناو فيه، جيت نقول لكم وقتاش تقوم ولا وقتاش تفتح لكم الشهيه كي تشربوها ولا وقتاه تزيد لكم في الوزن. هاد النقطه اسمعوني فيها البنات وتبعوني، باسكو بهذه الطريقه اللي حبت تسمن ولا تزيد في مناطق ولا تفتح الشهيه تاعها كتر تشرب اول حاجه الى 6 حبات ولا الى 8 حبات في النهار كامل. واش هي تشربي ورا كل وجبه 2 حبات. طريقه يعني باش نشربوها اغلبيه يعطيوك 4 حبات في الصباح، مي ورا ما تشربي الحليب بعد ورا الغداء تاني 4 حبات ورا ما تتغداي، اخر مغرب تشربي الماء وتشربيها، والعشيه في المساء كما نقولوا ولا في الليل ورا العشاء تشربي غير 2 حبات. سينو هذه يعني كوصفه طبيه انكم 4 2 يعني كامل 10. تحبوا تشربوا 2 في الصباح ورا المحليب و2 ورا الغداء و2 ورا العشاء مباشرة. أنا نقول لكم ما تستعملوهاش عشوائيا ولا قبل الماكلة، تستعمليها قبل الماكلة اللي في تاعها ما يعطيكش خلاص ني شهية يزيدك في البوا، دونك ورا ما تاكلي وتخلصي تشربيها. هذا هو يعني الإفادة صح في زيادة الوزن. دونك هذا يعني أنا حاليا راني نستعمل فيها، استعملتها من قبل مي بصفة عشوائية، مي دركا عرفت باللي هاي كيفاش تستعمل باه تزيد في الوزن. اي كومونتير اي حابين تسقسيو حاجه خليو لي في كومونتير، خليو لي لايك للفيديو باش يطلع، باش يشوفوا، اشتركوا في القناه. بانت لك اللي نسيت حاجه مي نورمالمون ما نسيت والو، هي بوكو بلوس عطيتكم يعني الافاده صحه ولا الفوائد صحه، مي استعملوهاش على فتره طويله وانتم تشربوا فيها. مثلا عندكم علبه فيها 100، دوك نعطيكم العلبه تاعها بين قوسين. خميرة الجوعة تشريوها من الفارماسيان، ما تشريوها من حتى بلاصة. هذه العلبة الصغيرة، هذه لوفيغ دو بيان الصغيرة فيها 100 حبة دير 25,000. وكاينة العلبة الكبيرة واقيلا فيها 200 ولا 300 على باش قداه فيها كومبريمي دير ب50,000، وهذه 25,000، يعني هذه برك راهي ديجا فيها بزاف. هكا الكبيره ولا صغيره كما حبيتو، انا شريت هذه 25,000. شوفوا تلقاو فيها البخي، تلقاو فيها هكا ما عندهاش باكاجينغ ولا بون واش مكتوب فيها. قالك تقوي المجهود البدني والفكري للبشره الجافه، انكسار الشعر والاظافر، بناء وتقويه الامعاء في حاله الاسهال او علاج بعض مضادات الحيويه، ضياع الشهيه، تعالج البقع على الجلد يعني سيكاتريس، تحضير بدني لدى الرياضيين حتى اللي يديروا سبور اوسي يشربوها. قالك تستهلك في مدة شهر عدة مرات في العام، يعني ما تعالجيش بفترة طويلة، عالجي شهر، يعني العلبة تحكم لك شهر، ومن بعد تحبي تزيدي تشربيها. ليسونسيال ها هي كما هذه اذا حبيتو تشريو هذا النوع. بعد يعني كاينين انواع بزاف كامل عندها غرض واحد، ممكن تعطيها في فمك اللي يجربوها ديما عندها نفس واحد لوغو هكا. ان شاء الله شربوها بالصحه والهنا. وراني قلت لكم هي مليحه بزاف. حنايا يعني في حياتنا صراحه نحتاجوا لي كومبليمون اليمونتير وحنا ما نش نستعملوا فيهم، يعني هما ما يثبتوش صح بوصفه طبيه، بصح تروحي تشري من عند لي فارماسيان، باسكو حنايا في الكور تاعنا يعني نحتاجوا بزاف فيتامينات ومعادن، ماشي حتى نديروا بيلون تاع لي زاناليز ونلقاو ناقصين في قداه حاجه. دونك كاين يعني دي كومبليمون اليمونتير كيما هادو نقدروا نستعملوهم في حياتنا اليوميه، كما هذا الناس اللي تفشل، اللي تكون خدامه عندها ارهاق، يعني راه فيه بزاف فوائد. انا قلت لكم يعني الاساسيات برك منها. دونك ان شاء الله تستعملوها، وسيرتو اللي يحبوا يتنحاو لهم لي سيكاتريس ولا يعالجوا البشره تاعهم، اظافر تاعهم، الشعر تاعهم، يعني راهي مليحه كي تداومي عليها بيان سور تعطيك نتيجه هايله بزاف. ماشي تشربوا وحده ولا 2 حبات وصايي، وزيدي كي تستعمليها يعني بانتظام ورا الماكله اللي هي تزيدك في الوزن. هكا نكون وصلنا لختام الفيديو تاعنا، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو وتكونوا استفدتوا ولو بحاجه. انا متاكده انه في الفيديو هذه تكونوا استفدتوا، ونخليكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.